ثم ها هنا شيء يحضرني هذه الساعة في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لهم تفتح اليمن وتفتح الشام، الشام محل الروم القياصرة، ويقول لهم صلى الله عليه وسلم تفتح العراق، العراق محل الأكاسرة، وهؤلاء أعظم الناس في ذلك الزمن، أعظم الجيوش، أعظم الحضارات، يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا حفاة عراة رعاء شاء، يقول لهم أنتم ستفتحون العراق وتفتحون الشام. ولا يتردد أحد ولا يمتري أحد في صدق هذا الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا بد أن يعني الآن نحن ما عقلنا ولا عقل من كان قبلنا ولا من كان قبلهم إلا والشام والعراق بلاد الإسلام، فما يظهر لنا العجب في هذا الخبر. لكن أنتم لتفهموا العجب في هذا ضعوا أنفسكم في رؤوس أولئك الناس، في أذهان أولئك الناس حينما يحدثون بمثل هذا، على قلتهم وعلى قلة عددهم وعلى قلة عدتهم، والحديث عن من؟ عن أعظم الإمبراطوريات في ذلك الزمن، ما فيها الروم والفرس أرباب الدنيا في ذلك الزمن. يقول لهم تفتح العراق، ما يجي أحد يقول العراق يا رسول الله، العراق لا، العراق رسول الله، ويبقى مستبعد يعني يقبلها على ارتياب. تفتح العراق، تفتح العراق، تفتح الشام، تفتح الشام، تفتح القمر. لو قال النبي يفتح القمر يفتح القمر، وش فيها؟ هل أخبر بذلك؟ إذا أخبر أقول لك يعني هذا الإيمان. الآن قارنوا بين المؤمنين والمؤمنين، بين التلقي والتلقي. الآن هذا كيف يتلقون هذه الأخبار التي يستبعدها الشاهد؟ أنت تفهم شنو فارس؟ من هذا يقوى على فارس بخبرتها الحربية بجيوشها الجرارة؟ هؤلاء القوم الذين يأخذوا رمحا، هذا هو السلاح، رمح فرس. لكن مع ذلك لا يمتري الواحد منهم في أن هذا حق وسيكون. الآن تلقي يجيئك الحديث في صحيح البخاري صحيح مسلم فيه ما تستبعده انت. لا الشيء لا ما يمكنش علميا. كيفاش علميا ما يمكنش؟ في البخاري ولا كان البخاري. هل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبر سيكون. كيفاش انت متى علاش كيف الله أعلم. لا تكلفني ما لا أطيق، ما لم أطيق كما قال الشاب من الشاب هذاك. لكن سيكون. الفرق بين الاستقبال والاستقبال، بين التلقي والتلقي. ينبغي أن يرقى تلقينا إلى ذلك التلقي بالتصديق بعدم الامتراء. لا فلان يقول، الأستاذ في هارفارد يقول، الأستاذ الدكتور في كامبريدج يقول، الأستاذ في السوربون يقول، الأستاذ في فلتان يقول. أسيدي اللي يقول جميع القائلين. عرفت كيف أجيب سوف أجيب، ما عرفت كيف أجيب أنا يكفيني هذا القائل صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون قد قال. أما الحديث الضعيف والحديث الواهي هذه لا. زيد سيدي.